تحط الرحال بنا في جنوب سيناء. نحن في وادي إسلا، أحد الأودية التي تصل بين مدينتي الطور وسانت كاترين. واحة قابعة بين الجبال تتعانق فيها كل مفاتن الطبيعة الجبلية والصحراوية الخلابة، وتتعانق الأديان وتلتقي الحضارات والتاريخ. نستكشف المنطقة سيراً على الأقدام، فرادى وفي مجموعات، حيث التأمل وسكينة النفس. نتأمل الجبال وعلوها، أشكالها البديعة التي نحتتها عوامل التعرية، فكشفت عن تشكيلات مبهرة وألوان تشي بما تحوي تلك الأرض الطيبة من معادن وكنوز. ونواصل السير، نسمع صوت الصمت وصوت خطواتنا في الرمال الخشنة. يشعر المرء بعظمة الخالق أمام هذا الجمال المهيب. تتدرج ألوان صخور من الفاتح إلى الداكن، وتتخلل الصخور عروق من ألوان المعادن كالنحاس والحديد، فتتغير الألوان. وبينما نتأمل علو الجبال وتشكيلات الصخور وضخامتها، تفاجئنا نباتات خضراء قد شقت الحجر بالحياة، تشهد على قدرة الخالق العظيم. تشتهر منطقة وادي إسلا بالنباتات والأعشاب الطبية التي يعرفها قاطنو المنطقة ويتداوون بها منذ القدم، ومنها ما يستخدم لأغراض طبية وعطرية مثل الزعتر البري والطرف والعشار والبوص وغيرها. ويترافق وجود النباتات الجبلية مع وجود عيون الماء عند مخرات السيول والأمطار، تصنع شلالات صغيرة بها مياه عذبة صافية. ولا تقل رحلة الوصول لوادي إسلا جمالاً ومتعة عن السير في الوادي نفسه. وبينما نتأمل المشاهد الجبلية الخلابة في الوادي أثناء السير، نجد في بداية وادي إسلا من جهة مدينة الطور على صخور الجبال نقوشاً باللغة النبطية، وهي أقدم من اللغة العربية. والنبطيون هم شعب من الرحل عاشوا في القرن السادس قبل الميلاد في فلسطين والجزيرة العربية. أغلب الكتابات الموجودة في سيناء بهذه اللغة دلت على مرور قوافل التجارة من هذه الطرق بأعداد كبيرة، وتحتوي الكتابات على أسماء لأشخاص أو أدعية دينية أو رسوم للجمال، وسيلة المواصلات الصحراوية الأولى والأقدم والأبقى في طرق التجارة والحج القديمة.
ويحكى عن وادي إسلا في الروايات القديمة أن سيدنا موسى مر به أثناء عودته بأهله إلى مصر بعد أن ضل الطريق. ويعد وادي إسلا الذي يمتد ل16 كيلومتر أحد الطرق الرئيسية التي كان لها دور تاريخي وديني في سيناء، حيث كانت القوافل التجارية تمر به، كما كان يمر به الحجاج قادمين من شتى أنحاء العالم عبر موانئ الطور قديما، ويسلكون طريق إسلا اتجاها إلى مدينة سانت كاترين مستقلين الجمال لأداء الحج. ويعد وادي إسلا محمية طبيعية، حيث يضم داخله زراعات ونخيل وأعشاب طبية، إضافة إلى الطيور النادرة التي تعيش داخل الجبال والكهوف، ويسمع تغريدها في لحظات الهدوء. يجتذب الوادي هواة المغامرة والتصوير الفوتوغرافي والمشي واستكشاف الطبيعة، كذلك هواة التأمل والاسترخاء والتخييم ومراقبة النجوم والظواهر الفلكية. كما تجتذب المنطقة هواة تسلق الجبال ومراقبة الحياة البرية. وادي إسلا رحلة للتأمل والسكينة وتأمل الطبيعة وتصفية النفس، لا يملها المرء من بداية الوادي وحتى نهايته، حيث نبقى في سيناء ونواصل السير. وادي إسلا، رحلة التجرد، الغوص في أعماق جسدك وروحك. تهذيب الجسد يحتاج لرحلة سير حد الإنهاك، وتهذيب الروح يحتاج لرحلة غوص في أعماقها حد التجلي. عندما تبدأ الرحلة تعطي إشارة لعقلك أنه يوقف التفكير في كل الدوائر المفتوحة اللانهائية، ويخضع ويستسلم ويتخلص من كل الأوجاع المتحكمة في الجسد، وتبدأ السير هادئة، تتنفس الصعداء، تركيزك كله في الطريق فقط، والهدف هو الوصول. صوت خطوات قدميك يعلو على صوت أفكارك، جسدك المنهك يبعث بإشارات لعقلك أنه يتوقف عن التفكير. وتبدأ الرحلة الثانية متزامنة مع رحلة الجسد الأولى، وهي الغوص في أعماق روحك حد التجلي، حد الطهارة والسلام، حد الطمأنينة. في هذه اللحظة الأفكار تخرج في شكل أشعة تبعثر في الفضاء الشاسع من حولك، لا صوت يعلو فوق صوت الطبيعة وصوت خطواتك، تماما مثل لحظات التركيز الأولى في تدريبات التأمل.
تبعد الأفكار بعيدا، يستسلم الجسد المنهك وتتوحد مع الطبيعة من حولك. تدرك أنه لا شيء يستحق كل هذا العناء. تشعر بالراحة تسكن روحك.